في البطوله خرافيه خرافيه. احنا قاعدين سامعين الريتم واحد في التشجيع، قادرين نميز ايه اللي بيتقال، قادرين نميز. النهارده كان الماتش كانوا بيتلعب في كازابلانكا او في الرباط او في اي مكان من المغرب. مبروك مبروك مبروك، رغم ان كلمه مبروك تبدو رخيصه جدا امام الشعور العام في الوطن العربي، لكن ده اللي بنقدر نقوله، او ده اللي وفرته لنا اللغه العربيه، وهو كلمه مبروك. لا، هو الكلمة أعتقد وراء مبروك كانت تعجز الكلمات، لكن نحب نقول للفريق المغربي وللجمهور اللي حضر واللي كان اللاعب 12 بالتونسي، فرحتونا، ربي يفرحكم، وإن شاء الله المزيد من الأفراح، لأنكم أدخلتوا على قلوبنا سرور. سيب عليك من الأداء المشرف والمباريات المشرفة، كنا طامعين في إنجاز. الفوز حلو يا جماعة. يا أخي يا أخي، فرحة ما بعدها فرحة. الفوز سيد حلو. أنا غاديك تحولت وراء في الكواليس، تحولت للشوالي، وليت نصيح ونعيط ونتهز ونتفرج. وأحلى فرحة هيك الفرحة اللي تجيب الغصرة، اللي ما تجيش بالسهل، فهمني؟ لأنه اليوم وصلنا ضربات الجزاء، وفي اللحظات الأخيرة والثواني الأخيرة اقتنصنا هذا الإنجاز. ولا حتى لحظة، أنا قلت لك البارح، قلت لك المغرب قادر and I believe in Morocco. وعلى امتداد المباراة آمنت بالمغرب. وش قلت لك؟ قلت لك يستحيل أن إسبانيا تسجل. كل شيء مسكر، الدفاع، الرجولة، القتالية، الحرب، المعركة اللي تحب أنت، كل شيء كان حاضر اليوم. فبالتالي كنت مطمئن جدا، وكنت نعرف أن ضربات الجزاء ستلعب ضد إسبانيا. تكتيكيا كل شيء كان صحيح، ولكن أيضا نرجع بك لقبل كأس العالم. إن هبت رياحك فاغتنمها. ذهب ليلوزيتش، جاء الرجراجي، عاد زياش. كل الظروف، كل التيمين، كل الرياح لعبت لمصلحة هذا المنتخب، وصولا إلى ضربة الجزاء ووصولا إلى اللحظات الأخيرة. على الرغم بأن هذا المنتخب لم يذهب إلى الدوحة وهو محمل بالتفاؤل من قبل الإعلام، من قبل الجماهير. هذه أيوة، كان رايح وهم يقولون يلا بالستر. هذه ترتحك من البريشر. المغرب لعب بريشر فري، ولكن كانت عنده كل المقومات. يا جماعة لما تغزر للفريق وللاعبين وللأسماء، عندك كل المقومات باش تمشي أبعد. أوروبي يا جماعة. سأختم بنقطة. لا تختم، خذ عندك الوقت اليوم. لا نكتفي هنا. لا تقول لي سويسرا، لا تقول لي البرتغال، لا نقف هنا. ما زال لما عندك الرياح تهب لمصلحتك، يا أخي اذهب بي، مانيش نحكي على كأس عالم لكن اذهب بي للمربع الذهبي. ما زال 90 دقيقة أخرى، زيد فرحنا مرة أخرى، لأنك أكثر من قادر. كما وثقنا وقلت لك إسبانيا سيوقفها المغرب، البرتغال، سويسرا، المغرب قادر على إيقاف الاثنين. منتخب ذكرتها في حلقة ماضية وارجع أذكرها مرة ثانية بهذه الأسماء. هذه أسماء غير عادية في تشكيلة أي منتخب في العالم. شيل اسم المغرب من الموضوع، شيل إنه منتخب عربي. الأسماء اللي قاعدة تلعب في تشكيلة المنتخب المغربي أسماء ليست بالعادية، أسماء تلعب في أكبر الأندية الأوروبية، أسماء قدمت وما زالت تقدم عطاء. في النهاية بونو يعتبر على الأقل من أفضل 10 حراس في العالم، على الأقل، إذا مش أفضل 15 حارس في العالم، صح ولا لا؟ أكيد. وهنا تيجي قيمة وليد الرجراج، لأن ياما شفنا منتخبات، بالذات في المنتخبات مش الأندية، بالذات في المنتخبات ياما شفنا منتخبات. شفنا برازيل 2006 فيها رونالدينو وفيها رونالدو وفيها منتخب تاريخي، لكن الأداء ما كانش هو. هنا بيجي دور المدرب. قد إيه الفرقة دي النهارده كانت منظمة أمام التكتل الإسباني. الفريق الإسباني كان بيستحوذ خارج البلوك، في بلوك مقفول من المغرب، مفيش اختراق. أنت بتلعب حوالين البلوك، بتلعب في اليو شيب حوالين البلوك. كرة سلبية. الفريق وقد ايه الفريق كان دايما قريب من بعضه، قد ايه الفريق تكتيكيا كان رائع، قد ايه الفريق كان جيد جدا في التحولات. هنا قيمه المدرب. انا عارف كويس ان في المنتخبات المدرب ما عندوش وقت طويل ان يبني هويه زي ما في الانديه، لكن برضه في المنتخبات ان كنت مدرب جيد فانت بتقدر تحفظ منظومه. مش لازم تكون شديده التعقيد، ما فيش وقت انك تبني شيء شديد التعقيد، بس تبني شيء متماسك. ما تبنيش شيء معتمد بالاساس على امكانيات اللعيبه. انا ضربت المثال بزياش. زياش هو الاسم على مستوى الاسم والنجوميه وكذا، هو الاسم الاكبر يمكن في المغرب مع حكيمي. مع حكيمي طبعا، لكن انا بتكلم على الجانب الهجومي، الجانب المهاري، الجانب الممتع. زياش النهارده قدم دور دفاعي كبير جدا، قدم ماتش دفاعي كبير جدا جدا جدا. سيبك من زياش الهجومي، زياش النهارده في كل لحظه كان حكيمي بيدخل للعمق، زياش بيرجع يغطي مكانه. هنا المدرب مش مجرد انتم مجموعه من اللعيبه الكبار يلا يا جماعه بالتوفيق. كان في نظام، والنظام على فكره النظام النهارده انتصر قبل الافراد. النظام هو البطل قبل ما يكون البطوليه بتاعت سفيان مرابط وبتاعت اكرد وبتاعت سايس وبتاعت مزراوي او بتاعت عطيه الله لما نزل مكانه او حكيمي او زياش او بوفال او شديري. على فكره حتى اللي نزل واخذ كذا سبرنت ما كانش موفق في النهايه، لكن سرعته فرقت. شديره انا اسف، سرعته فرقت جدا جدا في التحولات. كان محتاج بس التاتش الاخير عشان يعمل اللي انت قلت عليه، انه ينهي الجيم جوه ال 90 اول 120 دقيقه.
الاسماء قدموا دور فردي بطولي، لكن هذه الادوار الفرديه البطوليه كانت منصهره داخل اداء يحسب للمدرب. في لحظه من اللحظات اشعرت ان لاعبي المغرب بحبل، مربوطين بحبل صحيح. يعني كل واحد رابط الثاني في حق اللي يتحركون مع بعض. صحيح. يعني جا حط لمسه كيمستري، جا حط لمسه تفاهم بين الملاعبيه ما كانش علي لوزيتش قادر يحطها. والركراكي يعني اليوم حتى نرجع لجلال القادري ايضا، اليوم المدرب العربي والمدرب المحلي لازم يرجع للواجهه اعتقد، لانه هذا مفرق بصفه كبيره في التواصل، في الكوميونيكيشن، في انه بناء اليوم ما كانت فما حتى ثغره. يعني لاعب لو كنا في كره يد الحكم كان اعلن لاعب سلبي في كل دقيقتين 3 على المنتخب الاسباني. عدا ذلك زاد لو تحب نرجع شويه لاسبانيا، كنا تحدثنا في النقطه، سالت عفيفي قلت له اسبانيا شكون احسن رقم 9 فيها؟ قال لي فيا. قلت له انا فرناندو توريس ربما، لكن هذان الاسمان بعدهم ما في ولا شيء في عالم المهاجمين وعالم رقم التسعه. اليوم اسبانيا ما عندهاش 9، اليوم اسبانيا تقعد تدور الكره للصباح، ما عندكش ذلك الذي راس الحربه، ذلك الذي يضع الكره في الشبكه. لا في واحد شكون؟ في واحد واحتجت اسبانيا كلها انه ليش ما تم استدعاه؟ في اسباس هو الوحيد اللي يلعب رقم 9. بس هي الفكره في انريكي. المشكله في انريكي، خلينا نفرق بين حاجتين، المستوى الاستراتيجيك والمستوى التكتيكال. هو على المستوى التكنيكال مدرب ملوش حل، بس المستوى الاستراتيجيك فكره انريكي وجوارديولا واللي شبههم من المدربين انك تسيطر على مفاصل الجيم كله. بس السيطره على مفاصل الجيم دي بتخليك ما تاخدش اي ريسك. على سبيل المثال احنا شفنا كم مره في حياتنا مباراه بتتفك بتسديده من بره المنطقه بتعمل ديفليكشن وتدخل كتير، ما حدش بيشوط. شفنا كم مره في حياتنا افتح والعب العرضيه حتى لو مش شايف انت بتلعبها في حد بيلمس، ادي فرصه للمدافع يغلط، ادي فرصه. مفيش شيء من الفوضى انتج شيء من الفرص. لما نزل موراتا ونيكو ويليامز اللي هم مش لاعبين رائعين، بس لمجرد ان نيكو ويليامز بيشتغل فردي فعدى في واحده ورفع، موراتا كان بيتحرك اكتر داخل منطقه الجزاء من اسينسيو. فكره انك عايز تمسك الكوره تمريره في 2 بعدين تدخل بيها المرمى فكره صعبه جدا جدا، بالذات امام فريق بالجوده دي. كان محتاج النزعه الفرديه وما لقاش النزعه الفرديه. والنهارده هو اليوم اللي الناس تساله فين اللاعبين اصحاب النزعه الفرديه اللي انت ما خدتهمش قبل البطوله؟ لان انت كمنظومه ما تقدرش تقول ان منظومه انريكي فيها مشكله، بس منظومه انريكي محتاجه شيء من العشوائيه، احيانا شيء من النقصان بيصنع الكمال، احيانا شيء من العشوائيه بيصنع كل الاسلحه. العشوائيه سلاح احيانا، مش معقول يبقى كل شيء منظم من ايه تزد، والا امام دفاع زي ده اعتقد انه كان مستحيل. نواصل حديثنا عن هذا الانجاز التاريخي للمغرب بعد الفاصل، ابقوا معنا. فكرت شي مرة إنه كل شي بيصير معنا محدد مسبقا، وإنه مهمتنا هي إنه نلعب الأدوار بس يصير دورنا. ما في حدا مش عايز بهالحياة، بس بيختلف السعر، يعني يا معنا يا بح. طالما القصة قصة حب